بمجمل الواقع اللي نحن عم نعيشه مربوط ومرهون بالجانب السياسي كمان. للتعريف بأنظمة الحكم وتوضيح شكل المركزية منها واللامركزية بفروعها العديدة وبالحكم الإسلامي، تجمع السوريون في الندوة الحقوقية التي أقامها المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا بغية الحديث عن تلك الأنظمة التي باتت واقعا ملموسا للسوريين في بعض مناطق البلاد. في هذه الندوة التي شارك فيها خبيران قانونيان وشاركت فيها أنا أيضا حول مفاهيم الحكم ومدلولاته وأنواع الحكم وأشكال إدارة الحكم، المركز التعليمي ما زال مصرا على أن المعركة الأساسية هي معركة الوعي، وكيف نؤسس لثقافة متحررة من وهن السلطة ومن رهق الشائع الشعبي الذي كرس الكثير من الخصومات البينية داخل المجتمع السوري. في حين يرى البعض أن الإسلام السياسي جر الولاة للبلاد. أشار أحد المحاضرين إلى أن الحكم الإسلامي في زمن الرسول كان مدنيا بامتياز، وأضاف الآخر بأن الفيدرالية هي من أفضل الحلول المطروحة بالنسبة للبلدان ذات التركيب الديمغرافي المتنوع للسكان. طبعا تناولنا مصطلحات عديدة اللامركزية الإدارية والحكم الذاتي بالإضافة إلى النظام الفيدرالي، وتوسعنا بها المحاضرة. Also ich finde, dass wir hier im Bildungszentrum für internationale Menschenrechte gemacht haben, richtig gut, weil jeder hat seine eigene Meinung gesagt und ich habe auch noch sehr vieles dazugelernt und ja. بين تلك الأنظمة التي سيختار أحدها السوريون يوما ما، يبقى حال البلد بعيدا عن الأجواء التي تتيح للشعب حرية الاختيار، ويبقى الطرح الأكثر قبولا من عامة الشعب السوري بين تلك الأنظمة مجهولا، ولا بوادر لظهور اتفاق من قبل الجميع. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. خاص لبريس 23 ألمانيا. والهناء والرجاء في هواك.